السلام عليكم. خرج الإعلامي الجزائري حفيظ الراجي في مقال كتبه على مواقع الجزائر الآن بعد نهاية مباراة الجزائر. تذكرت مقولة لنيلسون مانديلا حيث قال: لا أخسر أبدا، إما أن أفوز أو أتعلم. هذا الأمر الذي ينطبق على عناصر المنتخب الجزائري وطاقمه الفني والجماهير الجزائرية. هذه الجماهير التي تعلمت درسا آخر في الكرة والحياة، وعلمت أنها لم تخسر بل فازت باحترام وتقدير أبناء القارة السمراء، وذلك بعد أن أخرجت البطولة من غرفة الإنعاش وبعثت فيها روحا جديدة على حد قوله. وفي الأخير الإعلام الجزائري حفيظ الراجي بهذه التدوينة قد خفف على نفسه الصدمة التي تلقاها إثر انهزام منتخب بلاده للمحليين أمام السنغال. وفي الأخير نهنئ المنتخب السنغالي الذي فاز على المنتخب الجزائري في عقر داره بضربة جزاء قاتلة. دمتم في رعاية الله.